هنعمل مع بعض النهاردة الفطير الشرقي بطريقة سهلة جدا وبمكونات بسيطة جدا موجودة في أي بيت. هيطلع معاكم مورق وطعمه خرافة وأحلى بكتير جدا من اللي بنجيبه من بره. ما تنسوش تعملولي لايك للفيديو وشير علشان يوصل لأكتر عدد ممكن، وياريت تقولولي رأيكم في الكومنتس. تعالوا نبدأ مع بعض الوصفة بتاعتنا. أنا هنا مستخدمة كيلو دقيق يكون متعدد الاستخدامات، وهضيف عليه معلقة ملح وهقلبهم كويس. بعد كده هضيف عليهم معلقتين كبار زيت. لو احنا مش عايزين نعمل كمية كيلو دقيق هنستخدم نص كيلو دقيق وعليه معلقة كبيرة زيت. هحتاج طبعا مية للعجن. انا هنا كيلو دقيق بياخد معايا 3 كوبايات مية بالكوبايات المعيارية. هبدأ انزل المية بالتدريج، مش هضيف المية كلها مرة واحدة لانه الدقيق بيختلف من نوع للتاني، لحد ما العجينة تتماسك معايا وتبقى طرية وفي نفس الوقت مش بتلزق في ايدينا. طب حسينا العجينة طرية قوي وبتلزق نعمل ايه؟ هنزود شوية دقيق. طب حسينا العجينة ناشفة هنزود شوية مية. دي عجينة ما فيهاش اي نوع من انواع الخميرة، فالدنيا هتبقى معانا سهلة. نزود شوية مية او نزود شوية دقيق. هنبدأ نقطع العجينة بتاعتنا كور. انا هنا هعمل 5 فطاير متوسطين، فقسمت العجينة على 10 كور لان كل فطيرة هتاخد معايا كورتين من العجين. هبدأ اعمل عجينة على شكل كورة، وبعد ما اخلص الكمية كلها في طبق بقى محطوط فيه شوية زيت حبة حلوين كده، هبدأ امسك الكور كلها واشربها من الزيت كويس. هبدأ اغطي الكور ديت بكيس بلاستيك لمدة لا تقل عن ساعة، علشان كل ما سيبنا العجينة ريحت كل ما هتفرد معايا بعد كده بسهولة. كمان العجينة ما فيهاش خميرة، فما تقلقوش خالص انكم تسيبوها. ممكن تسيبوها اكتر من ساعة، مفيش اي مشكلة خالص. ممكن نسيبها ليلة كاملة برضو مفيش اي مشكلة خالص. المهم انها متغطية بكيس كويس علشان وشها ما ينشفش. دلوقتي بقى بعد ما سبت العجينة ارتاحت لمدة ساعة، هبدأ بمقادير الحشو اللي انا استخدمتها. ممكن انتم طبعا تستخدموا اي حشوات تانية، انا استخدمت اللي كان موجود عندي في البيت. استخدمت بسطرمة وفلفل متقطع صغير. هنحتاج طبعا اساسي جبنة موتزاريلا، معايا كمان شوية صدور فراخ كنت مشوحاهم في زيت وبصل وطماطم، ومعانا كمان طماطم متقطعة قطع صغيرة. وهنحتاج لفرد العجينة نص كوباية زيت. انا هنا ضفت عليهم معلقتين زبدة يعني نكهة وطعم طبعا، وهضيف عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر. عايزة اقول لكم معلقة البيكنج باودر ديت هتساعدني في توريق العجينة بشكل تحفة، هتطلع معانا العجينة متورقة حلوة قوي. هنبدأ ندهن الرخامة بشوية زيت وابدأ افرد العجينة. انا هنا ما استخدمتش اي مردنة ولا اي نشابة ولا اي حاجة خالص، انا استخدمت ايدي بس لان العجينة كانت سهلة جدا في فردها، لان انا كنت سايباها مريحة حبة حلوين. هنبدأ نفرد في العجينة لحد ما تبقى معايا رقيقة جدا. لو اتقطعت منكم مفيش اي مشكلة خالص، احنا كده كده اصلا بنلمها في الاخر. اول فطيره معايا هبدا احشيها بالبسطرمه. هنبدا نحط البسطرمه في نص الفطيره وعليها شويه موتزاريلا، شويه فلفل، طماطم، حبين زيتون، وهبدا اقفل على الفطيره من الاطراف زي ما انتم شايفين. هبدا احطها بقى على طبق، والوش اللي قفلت منه الفطيره هو اللي هيبقى من تحت. ودلوقتي هبدا اعمل كوره تانية لنفس الفطيره. زي ما قلت لكم ان كل فطيره بتاخد معايا عجينتين كورتين. هفرد العجينه كويس جدا واخليها رهيفه جدا جدا، وهبدا اضيف عليها فطيره البسطرمه اللي انا عملتها اول واحده. هبدا بقى احط على وش الفطيره بتاعه البسطرمه شويه جبنه موتزاريلا، انتوا بقى عايزين تحشوها حاجه تانية براحتكم. وهبدا اقفلها كويس، وفي صينيه بقى مدهونه شويه زيت هحط الجزء المقفول برده من تحت، واسيب الفطيره ترتاح برده لمده 5 دقايق. بعد كده هضغط عليها هلاقيها بتضغط معايا بكل سهوله، لان احنا برده سيبنا الفطيره بعد الحشو 5 دقايق ترتاح. ده بيساعدني بعد كده ان الفطيره لما اجي اضغط عليها تتفرد معايا بكل سهوله. هبدا بقى احط الفطير بتاعي على فرن متسخنه من قبل على اعلى درجه حراره عندنا، علشان الفطير ما ينشفش معايا، ودي خطوه مهمه جدا. وده بقى شكلها بعد ما طلعت من الفرن، ما خدتش وقت، يا دوبك حسيت ان الفطيره اخدت لون من تحت، شغلت الشوايه عليها من فوق اخدت لون من فوق. وده بعد ما طلعتها بقى من الفرن. طعمها تحفه وشكلها خرافه، والفطيره طالعه معايا مورقه وحاجه كده جميله جدا. يا ريت وصفتي النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتس. باي باي.